فيديو جديد من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. في الفيديو ده هقولك تالت طريقة من طرق التلوين الداخلي للكونكريت. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. وهي تلوين القالب بلونين مختلفين، أو إن أنا أعمل نقط عشوائية في القالب وبعدين أصب. أول حاجة أنا جهّزت الخليط بالألوان اللي أنا هاعمل بيها. طبعًا إحنا عملنا طريقة الخليط الملوِّن مع بعض قبل كده، هتكون بنفس الطريقة. هابدأ بقى أصُب الخليط في القالب بالشكل ده. وفكرة اللونين دي شكلها بيعتمد على طريقة الصَب. ممكن نصُب الخليط بالطول أو بالعرض كده، أو أهِز إيدي وأنا باصُب الخليط فاصُبّه في شكل عشوائي زي زجزاج مثلًا أو أي شكل، وفي الآخر بقى بنشوف الشكل هيطلع إيه. وهاصُب برضه الكوستر البيضاوي ده، بس المرّة دي هاصُبّه بالطول. بعد ما صبيتهم هاسيبهم ينشفوا ساعة كده وهنفكهم من القالب. كده بعد ما سِبتهم ساعة هنفكهم بقى مع بعض. وده كده شكلهم بعد ما فكيناهم، هُم الشكل بتاعهم بيطلع عشوائي زي ما قُلنا. هنغسلهم بقى بالمَيّة، وده كده شكلهم بعد ما غسلتهم. ألوانهم حلوة أوي، بس طبعًا زي ما قُلنا قبل كده إن لمّا القطع تنشف بعد كام يوم لونهم هيبقى فاتح شوية عن دلوقتي. في فكرة بقى صَب القالب ده، هاخد شوية صغيرين من الخليط في كوباية، وهاحط عليهم مُركّز لون أحمر، وهاقلّبهم مع بعض كويس أوي علشان اللون كلّه يندمج في الخليط. أنا بعد ما دمجته لقيت اللون فاتح، فهاحط شوية أحمر كمان وهاقلّب تاني. هنعمل بقى بالعصاية نقط عشوائية كده على الكوستر. وبعد ما عملت النقط هاسيبها حوالي 3 دقايق كده تنشف شوية علشان لمّا أصُب الخليط اللون الأحمر ما يندمجش معاه. بعد ما سِبتها 3 دقايق تنشف هاصُب بقى الخليط في القالب. وهنصُب برضه كوستر البابلز ده، وهاقول لِك إزاي تلزقي المراية وأنتِ بتصُبّي الخليط في كوستر البابلز. أول حاجة هاصُب الخليط الأحمر في الأجناب كده، ولو في أي زيادة من الخليط وقعت في النُص امسحوها قبل ما تحطّوا المراية. بعد ما مسحتها هاجيب بقى المراية دي وهاحطّها في النُص كده، وهاثبّتها بصباعي وهاصُب باقي الخليط عليها. وبس كده هاسيبهم ينشفوا ساعة. بعد ما نشفوا بقى هنفُكّهم. ده كده شكل كوستر السحابة بعد ما خرّجناه. ودي كده شكل المراية بعد ما طلّعناها.
بيكون في خليط بسيط عليها كده، فهاجيب منديل وهنمسحه وهنحاول نشيله بالراحة كده، ولازم نعمل الخطوة دي بعد ما نفك القالب على طول علشان الخليط ما ينشفش على المراية أكتر. وبس كده، ده شكلها بعد ما نضفتها. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. ولو انتي بقى ناوية تبدأي الكونكريت صح من الصفر وتحوليه لمشروع خاص بيكي، أنا عاملة كورس كامل هيعلمك الكونكريت خطوة بخطوة. ولو حابة تعرفي تفاصيل أكتر هسيبلك اللينك في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت.